انت متخيل ان دي كرتونه ماوس باد ومن براند مصري كمان؟ هو ايه القصه دي يا صديقي؟ هي اروش ماوس باد انت ممكن تجيبها، وكمان معموله من براند مصري الا وهو اليت هاردوير. من اول الباكجنج بتاع الكرتونه هتعرف ان انت داخل على حاجه بريميوم جدا، وكمان سعرها منافس قوي. واخيرا لقيت شركه بتحقق معنى اللوكال براند بطريقه حقيقيه. ماوس باد بتيجي بمقاس كبير الا وهو 90 في 40، وكمان السمك بتاعها 4 مللي، وكمان الخيطه بتاعتها بجد نظيفه جدا لدرجه ان انت لو استخدمتها قد ايه الماوس باد عمرها ما هتعمل منك كده. غير ان الماوس باد ما بتتحركش خالص على المكتب بتاعك، وكمان لوجو الشركه مش واخد الماوس باد كلها، لا ده الحرف بتاع الاي بشكل نظيف كده على اي ديزاين محطوط، وشكله حلو جدا الصراحه. مش مبهوقين في البراندنج، وده شيء عجبني جدا برضو. والماوس باد ضد الاتربه وضد الميه، وكمان حركه الماوس عليها سموث جدا. غير ان كل الديزاينات بتاعتها روشه جدا. وبعيدا عن ان هي ماوس باد وانت بتستخدمها في الجيمنج، انا كنت بستخدمها استخدام تاني، كنت بعملها خلفيه للانسرتات بتاعه الفيديوهات بتاعتي، وبجد بتودي الكواليتي بتاع الفيديو في حته تانيه خالص. لان كل ماوس باد بديزاين مختلف بشكل مختلف بانطباع مختلف. ففي اتنين هيتبسطوا بالماوس بادز دي، انا وماما. انا علشان بصور الانسرتات عليها، وماما علشان كده كده هتاخدها وتعمل بيها مفارش بره في الصاله من كتر ما هي شكلها حلو. غيرك انت كمان، علشان لو انت اشتريت الماوس باد دي بجد هتتبسط بيها جدا، هتودي لك شكل السيت اب بتاعك في حته تانيه خالص. فانا بجد بشكر اليت هاردوير على الهدايا الجميله دي، واسيب لكم اللينك بتاع الماوس باد تحت في اول كومنت. وما تنساش تعمل فولو علشان تشوفني كتير. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.